حبوا معايا كده شكل الكراميل وهو نازل على التفاح، يجنن. ايه اللون الذهبي ده؟ يلا نعمل كيكة تفاح على البوتاجاز من غير فرن. دي المقادير، بس مش هناخد كل التفاح. طاسة سخنة على النار، هنحط نص كوباية سكر وعليها معلقة مية، هنسيبهم يتكرملوا. بعد كده نحط عليهم معلقة زبدة ونبدأ نرص تفاحة متقشرة بتاعتنا بالمنظر ده. ممكن ترصي عليها حبة قرفة لو انت عايزة، بس القرفة بتحب التفاح. في طبق بره هنجيب بيضة، كيس فانيليا، نص كوباية سكر، ونقلبهم كويس كويس كويس. ننزل عليهم بربع كوباية زيت وربع كوباية لبن. هنكمل تقليب. بعد كده نص كيس بيكنج باودر او نص معلقة كبيرة، والمعيار ده هياخد كوباية وربع دقيق، ويا ريت لو يكون منخول. هنقعد نقلب لحد ما يوصل للقوام الكريمي ده بالظبط. هننزل بالعجينة بتاعتنا على التفاح والكراميل ونغطيها تلت ساعة. هتتقلب معانا وتبقى بالمنظر اللي يجنن ده. ونصيحة، لازم تتقلب وهي سخنة، ما تستنوش اما الكراميل ينشف. تعالوا قطعوا معايا وبصوا الحلاوة والطعامة يا جماعة. الكراميل مع التفاح، رشة القرفة والكيكة، تجنن. معقول حد هيصدق ان دي معمولة على البوتاجاز؟ قطمة في التانية في التالتة هتحسوا ان انتوا عايزين تخلصوا بقية الصينية بتاعتكم. جربوها، مفيدة قوي للولاد، هيحبوا طعمها. بس في الاول لو عجبتكم ما تنسوش لايك واشتراك للصفحة.